السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم أهلي وأخواتي متابعين قنوات تركيا 2024. معكم ربع عز الدين. خبرنا للآن هو خبر عاجل. الأرصاد الجوية التركية تطلق إنذارات باللونين الأصفر والبرتقالي ل 12 ولاية تركية. خليكم معنا لنشوف تفاصيل. أطلقت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية اليوم السبت الواقع فيه 13 يناير 2024 إنذارات باللونين الأصفر والبرتقالي ل 12 ولاية، وذلك استنادا لتغييرات الجو وقد تكون قاسية في الأيام القادمة. ووفقا للتقييمات الأخيرة الصادرة عن الأرصاد الجوية التركية، يتوقع تساقط كثيف للثلوج وأمطار غزيرة، حيث تشمل المناطق المتأثرة بالتحذيرات محافظات آغري وجيرسون وطرابزون. أما بالنسبة للإنذارات باللون الأصفر فقد أتت للولايات التالية: أرتفين وبيتلس وموش وشمال موش وشرق سيرت. أما الإنذار الذي أتى باللون البرتقالي فقد شمل ولاية هاكاري وشرناق. الإنذار الذي جاء باللون الأصفر شمل ولاية هاتاي، وذلك بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة في الولاية. من المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية والداخلية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بين 2 إلى 5 درجات مئوية، وذلك مع تحذيرات مع الرياح الشمالية العاتية خاصة في جنوب شرق البلاد، حيث يتوقع أن تصل سرعتها من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة. وشددت الأرصاد الجوية التركية على ضرورة توخي الحيطة والحذر لسكان هذه الولايات من الأحوال الجوية السيئة التي تنتج عنها سلبيات. تحياتي واحترامي للجميع أخواتي الأكارم. يا ريت الأخوة اللي عم يشوفوني هلا يلي مو مشتركين بقناتنا عبر اليوتيوب تكبسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس لحتى توصلكم الفيديوهات القادمة اتباعا. تحياتي واحترامي للجميع وبترككم بأمان الله.